رحت حاطط إيدي على بقها وقلت لها: اوعي تقولي تاني كده، انتي مش قد أمي ولا حاجة، انتي لسه صغيرة وجميلة وعجباني قوي. قالت لي: أخيراً فهمت أنا عاوزة إيه. بص، اعتبر إن النهاردة ليلة دخولتك، اعمل اللي انت عاوزه كله وكل البطيخ براحتك. أنا هفتح لك باب التلاجة بتاعها على الآخر، بس بالراحة على الباب وانت بتفتحه عشان التلاجة بابها ما يتكسرش. أنا ما كنتش مصدق نفسي من الكلام ده. قالت لي: انت عارف إني بقالي أكتر من 5 سنين متجوزاه، عمري ما حسيت إن معايا راجل ولا ليا ظهر ولا سند يميده. وراحت معيطة ومرمية في حضني وقالت لي: محدش لمسني، وعمك أبو دعاء تعبان ومالوش خالص، وأنا التلاجة بتاعتي تعبانة قوي وما صدقت لقيت حد يصلح لي التلاجة. أهلاً وسهلاً بيكم في قناة حكايات هند. النهاردة معانا حكاية جديدة وأتمنى تعجبكم. لو بتحبوا الحكايات الغريبة والمختلفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ومعانا ميدو بيقول: القصة دي حصلت معايا من 3 سنين. كان لينا واحدة ست جارتنا اسمها منى أو أم دعاء. كانت ست غير عادية، كان جسمها شبه جسم فيفي عبده بالظبط. كانت جميلة قوي، وكانت دايما بتلبس هدوم ضيقة قوي عليها وبتبقى مبينة جمالها اللي كان كبير قوي. وأنا لما كنت بشوفها بتمناها، معرفش ليه كنت بستنى اليوم ده قوي. لحد ما في يوم من الأيام كانت جاية تنشر الغسيل عندنا في البلكونة، لأن المنشر بتاعها اتكسر. فأمي قالت لي: اطلع مع أم دعاء شيل معاها. قلت لها حاضر وطلعت معاها. احنا كنا عندنا بيت 3 أدوار، بس احنا بنقعد تحت في الصيف لأن الجو فوق بيبقى حر قوي. المهم طلعت معاها وكنت بساعدها في النشر، وفضلت تتكلم معايا وتسألني أخبارك إيه وكده. وأنا بصراحة ما كنتش مركز معاها خالص. أنا كنت مركز مع جمالها وحركاتها، وكل ما تفرنس عشان تجيب الهدوم ما تطبق كنت مندمج قوي. قلت في بالي أنا لازم أحك البطيخة، وعملت نفسي بعدل من ورا البطيخة وقمت حكيتها جامد. ياه، كان أجمل إحساس في الدنيا. افتكرتها هتزعل وهتزعقلي، بس استغربت منها قوي لما لقيتها بتضحك وبتقولي: يا واد عيب، ده أنا زي أمك. اتكسفت قوي منها وقلت لها: أنا ما كنتش أقصد أبدا يا أم دعاء. المهم عدى اليوم ده، وبعد أسبوع كده جت عندنا وكانت بتخبز مع أمي العيش. وبعدين وهي مروحة بعد ما خلصت قالت لي: يا واد يا ميدو، تعال ارفرلي عليا اللوح بتاع العيش. فرفعته لها عليها، وهي كانت مدياني ظهرها كده، فغصب عني لمستها من البطيخ. لقيتها ضحكت برضه وقالت لي: عيب يا واد، ده أنا زي أمك. قلت لها: وحياتك عندي أنا ما أقصد حاجة، وفعلا لمستك غصب عني. قالت لي: ماشي يا ميدو. وبعدين جه اليوم اللي بعتبره أجمل يوم في حياتي. كان يوم حصلت مشكلة بينها وبين جوزها، وسابت له البيت ومشيت. ده كان بالليل قوي، كانت الساعة 12 كده، وهي أصلها من كفر الدوار، بعيدة قوي عن اسكندرية بلد أهلها يعني. فمعرفتش تروح بالليل بلدها، فكلمت أمي، وكانت ساعتها الساعة 12، وجت عندنا وحكت لأمي على اللي حصل بينها وبين جوزها، وإنها حلفت إنها مش رجعاله تاني. المهم أمي قالت لها: خلاص بيتي عندنا النهاردة، والصبح ربحني بقى نشوف هنعمل إيه. قالت لها: تعالي نامي في أوضتي النهاردة وأبو ميدو ينام برا مع العيال. ما وافقتش خالص وقالت: لأ والله أبدا. المهم اتفقوا إنها تنام فوق في الشقة بتاعتنا، ويكون معاها واحد من إخواتي لو احتاجت حاجة ولا كده. وأنا كنت أكبر إخواتي، وليا أخين تانيين، محمد وحسن. محمد في الابتدائي، وحسن لسه في أولى إعدادي. قالت: لا أنا بخاف، أنا عاوزة واحد كبير، خلي ميدو يطلع معايا فوق في الشقة اللي فوق، لأني بخاف قوي أبقى لوحدي. المهم لما روحت أمي قالت لي: اطلع نام مع خالتك أم دعاء فوق،
لأنها في الشقة لوحدها وبتخاف تقعد في مكان لوحدها لحسن هي متخانقة مع جوزها وهتبات عندنا النهاردة. ما كنتش مصدق نفسي من الفرحة، بس عملت نفسي زعلان وقلت لها ده الجو فوق حر. أمي قالت لي معلش استحمل النهاردة. المهم طلعت فوق ودخلت البيت، لقيت أم دعاء قاعدة بتتفرج على التلفزيون ولابسة قميص نوم لبني، كان حلو قوي، كان شفاف ولحد الركبة كده. كنت أول مرة أشوف حتة لحمة حمرا وبيضة قوي كده. قالت لي معلش يا ميدو أصل الدنيا حر قوي هنا. قلت لها معلش إيه الجمال ده كله؟ ضحكت وقالت لي يا واد عيب، ده أنا قد أمك. ضحكت أنا كمان. المهم سبتها ودخلت أوضتي وقعدت قدام الكمبيوتر. بعدين لقيتها داخلة عليا بتقولي هو الحمام فين يا ميدو؟ عشان عاوزة استحمى، أصل الجو هنا حر قوي. وصفت لها على الحمام ودخلتها الحمام. المهم وأنا قاعد حسيت إن اليوم ده هو اللي أنا كنت مستنيه من زمان، وهي عمالة تغريني، بس أنا قلت اتقل شوية. بعدها دخلت عليا وقالت لي عاجبك كده؟ أمك مش حاطة فوطة في الحمام، معرفتش أنشف نفسي خالص. ودخلت عليا وهي مبلولة والقميص لازق على جسمها وجسمها تقريبا كله باين. قلت لها معلش تحبي أجيبلك فوطة؟ قالت لي لا خلاص أنا داخلة أنام، أنت مش هتنام ولا إيه؟ قلت لها شوية كده وهنام. قالت لي لا ما أنا مش هعرف أنام وحد صاحي في البيت. قلت لها خلاص هقفل الكمبيوتر وأنام. قالت لي هو أنت هتنام هنا ولا إيه؟ قلت لها قالت لي لا يا حبيبي ده أنا بخاف أنام لوحدي، أمال أنا مطلعك فوق معايا ليه؟ عشان أنت تنام في أوضة وأنا في أوضة؟ لا أنت هتنام معايا في نفس الأوضة، أنا بخاف قوي من الضلمة. قلت لها بس. قالت لي مفيش بس، هو أنا مش زي أمك ولا إيه؟ قلت خلاص. المهم اتفردت جنبها جوه، وكان عندنا مروحة سقف والسرير ما كانش في نص الأوضة، عشان كده المروحة كانت بتجيب نص السرير بس، وكانت مروحة سقف انتوا عارفين. يعني هي كانت نايمة في الحتة اللي المروحة ما بتدولهاش؟ قالت لي لأ، وحياة أمك أنت هتنيمني في الحتة اللي ما فيهاش هوا، ده كفاية الحر اللي في الشقة. قلت لها خلاص هاتيني مكانك. قالت لي لأ هتصعب عليا. قلت لها طب أعمل إيه؟ قالت لي ننام إحنا الاتنين في الجنب ده. قلت لها حاضر. وقامت لازقة جنبي، كانت ناعمة قوي وأنا دماغي عمالة تودي وتجيب، وكنت مكسوف قوي، بس عاجبني نعومة جسمها وعقلي واقف خلاص. وكمان هي اتدورت وادتني البطيخة اللي كنت بموت فيها وبحبها قوي. قلت خلاص أنا مش قادر أكتر من كده، وجات مدور نفسي ناحيتها ورحت خابط على البطيخة بإيدي. راحت مدورة ناحيتي وبصت لي وقالت لي عيب يا واد يا ميدو، انت شكلك شقي وهتتعبني. رحت حاطت ايدي على بقها وقلت لها اوعي تقوليها تاني، انتي مش قد امي ولا حاجة، انتي لسه صغيرة وجميلة وعجباني قوي. قالت لي اخيرا فهمت انا عاوزة ايه، بص بقى اعتبر ان النهاردة دخلتك، اعمل اللي انت عاوزه، انا هفتح لك التلاجة على الاخر وكل البطيخ اللي انت عاوزه، بس بالراحة على باب التلاجة وانت بتفتحه عشان باب التلاجة ما يتكسرش. انا ما كنتش مصدق نفسي من الكلام ده. قالت لي انت عارف ان بقالي اكتر من 5 سنين متجوزاه، عمري ما حسيت ان معايا راجل ولا ليا سند وظهر يا ميدو. وراحت معيطة ومرمية في حضني وقالت لي محدش لمسني وعمك ابو دعاه تعبان ومالوش خالص، وانا التلاجة بتاعتي تعبانة قوي وما صدقت لقيت حد يصلح لي التلاجة. قلت لها امال دعاء جبتوها ازاي؟ قالت لي هقولك على كل حاجة، دعاء مش بنتي ولا بنت جوزي، دي بنت أخته. أصل أخته وهي بتولدها ماتت وجوزها ساب البنت ومشي وأنا كنت لسه عروسة. جوزي قال لي هنعمل إيه؟ بصراحة أنا كان نفسي أخلف قوي، وكان نفسي أخلف بنت وأسميها دعاء. قلت له هاتها وإحنا هنربيها، هاتها وخلاص. قال لي ماشي هنجيبها ونسميها دعاء زي ما أنتي عايزة. وربيتها لحد ما كبرت، وجه أبوها أخدها بعد ما كبرت.
وهي اللي كانت مصبراني على عجزي وجوزي. وقلت لأبو دعاء أنا مش قادرة أكمل. قال لي طب أعملك إيه؟ قلت له طلقني. قال لحقك بس خليكي معايا، انتي عارفة إني ماليش حاجة، يعني مفيش حاجة بيني وبينك. وفيت وقلت أعيش معاه أحسن ما أرجع البلد وأعيش تحت رحمة جوز أمي المفتري. وراحت معيطة تاني وقامت حضناني أكتر، وأنا قعدت أواسيها وأحس على شعرها الناعم وأطيب بخاطرها. ورحت رافعة وشها ناحيتي واديتها واحدة مشبك من اللي تهوك. لقيتها رمضت عينيها ومسكت فيا وقالت لي من ساعة ما شفتك يوم الغسيل وأنا هموت عليك، والله أنا حبيتك بجد. قلت لها انتي برضو اللي هتموتي عليا، ده أنا اللي من ساعة ما شفت البطيخة وأنا هتجنن على التلاجة بتاعتك. راحت ضحكة عالية كده وقالتي أنا نفسي اديك واحدة مشبك تانية. قلت لها عينيا، طلباتك أوامر، أنا معاك أهو. وقامت شدت القميص وقالت لي أنا حبيتك قوي يا ميدو ونفسي أتجوزك. قلت لها ده يوم المنى. قالت وهتقول لأمك إيه؟ قلت لها أمي طيبة قوي ونفسي تشوفني مبسوط. قالت لي بجد يا ميدو ده حلم حياتي، نفسي أتجوزك وأعيش معاك تحت رجليك، أنت جدع قوي. وبصراحة لما قالت لي كده قلبي وجعني قوي وحسيت إني حبيتها. لقيتها اترمت عليا وقالت لي إيه رأيك يا ميدو نتجوز؟ قلت لها بس مفيش مأذون. قالت لي هنكتب ورقتين عرفي. وكتبنا الورقتين وقمت زنقها وفاتح باب التلاجة على الآخر بالراحة كده عشان أمد دراعي جوه الباب واجيب البطيخ من جوه واكل واشبع بالبطيخ. وانا قاعد باكل كل شوية هي تقولي كل كمان من البطيخ، مصمص في البطيخ وارمي البذر بتاعه بس مصمصه حلو لحد ما تشبع. وانا باكل فيه وهي عمالة تقولي بحبك قوي يا ميدو، خليك جنبي واوعى تسيبني. قلت لها انتي بقيتي مراتي خلاص، انا عمري ما هسيبك ابدا. وفضلنا ناكل في البطيخ وانا برزع في باب التلاجة بالراحة. وبعدين قلت لها انتي بتعرفي ترقصي صح؟ انا كنت بشوفك بترقصي في الافراح. وبعدين شغلت التليفون وهي قامت وقعدت ترقص. ما خلاص بقت مراتي وحلالي خلاص، بس كل ده محدش يعرف لسه، ولسه ما قلتش لأمي ولا لأبويا. وبصراحة أنا عاولها تعيش معايا في الشقة اللي احنا فيها، أنا ما شفتش في حلاوتها ولا في جمالها. مش عاوز أبالغ لو قلت إنها أحسن من فيفي عبده. ما تنسوش يا حبايبي تعملولي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا في قصة جديدة. مع السلامة. ارزعولي لايك الجامد اللي أنا بحبه. ها باي باي.